بدر ايوب بوعدي يعني لاعب ممتع، لاعب لاعب في سن يعني 18 سنة. نشاهد أيوب بوعدي كما نتابع في عام 2018. لم يكن هذا الطفل أيوب بوعدي يتخيل أنه سيقود خط الوسط ضد البرازيل في كأس العالم 2026. كان حاضرا في مونديال روسيا قطر 2018 في مونديال روسيا. هذه مباراة المغرب وإيران. كان نعم. تصور كم يكون عمره اليوم؟ هو عمره 18 سنة. 10 سنوات. من 10 سنوات يعني كان عمره 8 سنوات. يتفرج على المنتخب المغربي ويلبس اللباس المغربي برغم انه تكوين فرنسي. بس بدر شو الشخصية الكبيرة في اول مواجهة، يعني اعطانا اليوم دلائل انه لاعب قادم ان شاء الله. يعني اليوم اذا كان الفرنسيون يعضون على النابي بالبردي ويعضون على اصابعهم ندما لانه راح منهم لاعب على اعلى مستوى. الذين كانوا يقولون على ان هذا الولد ليس له مكان في وسط ميدان فرنسا الحالي مخطئون. ما اظهره البارح يا سيدي العزيز، تواجد في كل رقعة في الملعب، يطلع على بونو ياخذ منه الكره، يمشي على مزراوي ياخذ منه كره، على حكيم ياخذ منه كره. شوف القضيه كيف يخرج بالكره وفينيسيوس ضاغط عليه وايضا رافينيا ضاغط عليه. خامه فنيه استطيع ان اقول لك من الان ان هذا اللاعب يمثل اليوم في هذا السن 18 سنه اجود لاعبي وسط الميدان في العالم. واذا كان نادي ليل اليوم يطالب ب 70 و80 مليون يورو عشان يخليه يمشي لنادي اخر فمحق في ذلك، لان هذه جوهره رائعه جدا. مش هذه قبل ما تروح ليفربول، قبل ما ادخل على السجن عندك بداوا التحرك ليفربول شفت علي الزين اول واحد بدا اول من بدا علي مكسب خصوصا المركز هذا، يعني قله يلعبون بهذه الجوده. بداوا الاتصالات بهذه الشخصيه يعني لاعب مش معقول، لانه المخ الكروي عنده اعلى بكثير. انا تعادل قطر بالامس كان مفاجاه ساره، تعادل ومستوى المغرب بالامس امام البرازيل كان المفاجاه الساره، ولكن اجمل المفاجات الساره اللي انا تابعتها بالامس كان مستوى بوعدي. مش ممكن، ما شاء الله، تالق غير طبيعي، تحركات بيراوغ اكتر من مره. ده مش اول مره يراوغ داخل منطقه الجزاء. انا في اول مره عملها في بدايه المباراه قلت ايه المجنون ده كده، ده التعبير اللي خطر على بالي، ايه المجنون ده وايه اللي بيعمله. ولكن مع مرور الوقت تاكدت ان هو يملك الخبرات اللي تساعد انه يعمل كده. يا راجل بيمثل حلول لكل اللاعبين. لما دياز يتزنق بلغه الكوره ومش لاقي حد يمرر له، يلاقي ايوب بوعدي ظهر له. لما سيباري يتزنق ويلاقي ما فيش حد يمرر له، يلاقي ايوب بوعدي ظهر له. ياسين بونو لما الزوايا تضيق عليه ومش لاقي حد يمرر له، يلاقي ايوب بوعدي بيظهر له. بيظهر لكل اللعيبه كميه النجوم، مظاهر رونالدو، وكذلك كميه النجوم في الملعب وخارج الملعب في حضورهم لهذه المباراه، لهذه القمه المغرب والبرازيل. كذلك يعني تعطيك ان هذه القمه داخل وخارج وعلى مدرجات الملعب لها اهميه في كل تفاصيلها. ما هو انت لما يجتمع سحر السامبا مع زئير الاسود في ملعب واحد، طبيعي هذا الملعب كاكا موجود يمتلئ بالتاريخ، روبرتو كارلوس والظاهره رونالدو. يقول لك الناس يعني حتى هم يمكن يملكون لها غير وعمده سنيور كذلك حاضر، وكثير من النجوم حاضرين، وسعاده سيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان كذلك حاضر. الكل حتى حاضر. اقول لك علي الزين سرب خبر انه ليفربول تريد مهتم بايوب بوعدي، ارسنال ايضا ايوب بوعدي، لكنني اتوقع ان يكون طريقه الى باريس سان جيرمان. جميل. إذا النجوم حاضرة في هذه المواجهة، كافو وبيبيتو. طبعا يمكن احتفال بيبيتو في 94 في أمريكا. تذكره طبعا، لا تقول يمكن بعد ما تذكر. اي احتفال كان بطريقة احتفال بطريقة حمل الطفل المولود. ايوه وشاركوا ممتاز. أهدافها وهذه طريقته في ريال مدريد. هذه الأهداف اللي يسويها. لا بيحط لك الهدف، خصوصا الهدف كان جميل وكان معبر، وهدف يمكن ضد مجريات المباراة، كان الاستحواذ والأفضلية